السلام عليكم يا جماعة. فيديو النهاردة فيديو ملوش علاقة بالسيريز بتاعتنا بتاعت يلا عشان نلحق، بس هي مسج أنا لقيتها اتكررت قدامي كتير، فحبيت بس أبعتها للآباء والأمهات عشان هي ضرورية قوي. اللي عندهم ابن مش بيطلب منهم حاجة تقريبا، يعني ما بيطلبش منهم فلوس وممكن يكون محتاج على فكرة، وما بيطلبش منهم مجهود يعني مساعدة في حاجة وممكن برضو يكون محتاجها. طيب ساعات الموضوع ده بيترجم من ناحية الأب والأم على وجهين. أول حاجة ممكن يكونوا بيشوفوا إنه الابن ده مستغني عنهم، اللي هو يعني ما هو يعني خلاص هو شغال بدماغه، ما بيطلبش مننا حاجة، يعني مش عايز مننا حاجة فهو مستغني، خلاص خليه براحته. أو إن هم بيشوفوا إنه الابن ده ماشي بدماغه، يعني اي حاجة احنا هنقولها له هيرفضها ومش هتعجبه، ما دام ما بيطلبش مننا حاجة يبقى رأينا مش بيعجبه. طيب انا عايزة اقول لكم يا جماعة انه لو وقفنا مكان الابن ده وبصينا عليه هنلاقي حاجة ممكن ما تكونش واضحة من عندنا، وخصوصا لو ليه اخوات كمان وبيشوف ان انتوا بتقدموا الكلام ده لاخواته عشان هما بيطلبوا، فبيبقى في اوقات كتيرة جدا ويمكن في معظم الوقت بيبقى هو مش عايز يطلب منكم عشان هو عايز يسيب وقتكم ومجهودكم وفلوسكم لاخواته، يعني مش عايز يتقل عليكم، يعني بيفكر اللي هو ما كفاية عليهم اللي هم بيقدموه لاخواتي، انا مش عايز احملهم اكتر من طاقتهم. فبلاش نتعامل معاه كأنه مش محتاج، لانه لو انا اب او ام فده واحد من أبنائي، يعني حتى لو هو بيبين لي عدم حاجته لطاقتي أو مجهودي لطاقتي أو فلوسي أو وقتي، هو برضو حقه عليا إن أنا أديله من دول حتى لو هو ما طلبهمش. فحتى لو هو ما طلبش خلينا إحنا اللي نبقى بنسأل. لو انا اب او ام يبقى خليني دايما اللي اقول له طيب يا حبيبي انت محتاج حاجه اقدر اساعدك بحاجه، لو احتجت حاجه ابقى قول لي انا موجود عشانك، على الاقل بس اطمنه ان انا شايفه، ان انا واخد بالي ان هو موجود، ان هو لو احتاج حاجه في اي وقت هيلاقيني موجود. لكن ما يبقاش النظرة اللي وصلاله مني ان انا شايفه ان هو مستغني وان هو مش همه، ان هو رأينا ما بيعجبهوش. يعني حرام بس نكسر بنفسه، يعني خلي بالنا ان هو برضو مهما كان في الاول وفي الاخر ابننا وليه حق علينا.